أنا مش ست وحشة، ولا عمري كنت أتخيل إني ممكن أعمل اللي عملته. أنا طول عمري كنت بؤمن إن الست المحترمة بتعرف حدودها، وإن الستر مش بس كلمة، ده سلوك وخوف من ربنا وخوف من الناس وخوف من نفسي كمان. أنا اسمي مريم، عندي 35 سنة، شغالة مديرة فرع في بنك كبير. الناس بتشوفني ست قوية، عقلها حساب ووشها جامد، بس الحقيقة إن في جوايا حاجة عمرها ما كانت جامدة، حاجة كانت بتتهز كل ما أقفل باب البيت وأبقى لوحدي. جوزي اسمه شريف، محاسب، راجل محترم، هادي، منظم، لدرجة تخليك تحس إن بيتنا دفتر حسابات مش بيت. 7 سنين جواز، وكل سنة فيهم كانت بتاخد مني حاجة، ضحكتي، جرأتي، حماسي، لحد ما بقيت بنام وأنا حاسة إني اتسرقت من غير ما حد يمد إيده. كان في الأول بيحبني، أو يمكن كان بيحاول، بس مع الوقت بقى كل شيء بينا روتين. الصبح قهوة وسكوت، بالليل تليفون في إيده وظهري في وشه، وبين ده وده جمل قصيرة كأننا بنتكلم علشان ما نقولش إننا ساكتين. كنت كل ما أقوله أنا محتاجة نقعد نتكلم يقول يا مريم بكرة عندي شغل بدري، وبكرة يجي وما يتغيرش حاجة. أنا كنت بحاول أقنع نفسي إن ده طبيعي، إن كل البيوت بتعدي بمرحلة فتور، إن الست اللي عايزة اهتمام زيادة تبقى بتدلع. بس أنا ما كنتش بدلع، أنا كنت جوع لحد يبصلي ويحس إني موجودة، مش مجرد حد بيطبخ وينظف ويدفع فواتير. وفي يوم حصلت حاجة صغيرة، بس كانت زي فتحة في الحيطة. الكهرباء قطعت في نص الليل، مش قطع كامل، بس القاطع في اللوحة كان بيضرب ويطفي النور في الصالة. قمت من النوم، رجعت شعري ورا ودخلت أصحي شريف. قلت اصحى، في مشكلة في الكهرباء. فتح عينه نص فتحة وقال اتصلي بالكهربائي بكرة. قلت بس ده خطر، أنا خايفة. قال مريم نامي، هنبقى نشوفه. ورجع يكمل نوم، وأنا قعدت في الضلمة. البيت كان ساكت، بس دماغي كانت بتصرخ. أنا متجوزة بس لوحدي. الليلة دي أنا ما نمتش، كنت قاعدة على الكنبة عاملة نفسي بتفرج على الحيطان، بس كنت بتفرج على حياتي. سألت نفسي هو أنا اتجوزت علشان كده؟ وبعدها بسؤال تاني أخطر، هو أنا مستعدة أكمل كده لحد آخر عمري؟ تاني يوم الصبح اتصلت بكهربائي، قالولي في واحد شاطر اسمه حسام. قلت ابعتوه. حسام جه بعد الظهر، شاب في أواخر الثلاثينات، هدومه عليها أثر شغل، وإيده فيها خدوش صغيرة من الأسلاك، بس عينه كانت صافية، مش بيبص بوقاحة ولا بتصنع، بيبص كأنه فاهم التعب، وده اللي خلاني أرتاح. دخل وقال السلام عليكم. قلت وعليكم السلام. وقف قدام لوحة الكهرباء وابتدى يشتغل، وأنا كنت واقفة وراه، مش علشان أراقب شغله، علشان أهرب من صمت البيت. بعد 5 دقايق قال القطع ده قديم، لازم يتغير، ممكن يضرب تاني. قلت بسرعة غيره. اشتغل، وبعد ما خلص جرب النور كذا مرة وقال تمام كده النور هيستقر. كان المفروض يشيل شنطته ويمشي، بس أنا فجأة قلت من غير ما أفكر تحب تشرب مية؟ هو ابتسم وقال ربنا يكرمك. الجملة دي كانت صغيرة، بس دخلت قلبي زي الإبرة. أنا ست عايشة وسط حسابات، ومحدش بيقول لي كلمة حلوة، وفجأة حد يقول دعوة. قعد دقيقتين، شرب المية وقال وهو بيقوم لو حصل حاجة تاني كلميني، ومشي. ومن اللحظة دي أنا ابتديت أنزلق، مش فجأة، مش في يوم وليلة، انزلاق بطيء، زي مية بتخرب أساس بيت من غير صوت. أنا أقسم بالله ما كنت ناوية، كنت بقول لنفسي ده شغل، ده بيت، دي أعطال. بس الغريب إن الأعطال كانت بتزيد كل أسبوع تقريباً. مرة اللمبة بتطفي، مرة الفيشة سخنة، مرة السخان بيفصل، مرة الجرس مش شغال. وكل مرة حسام يجي، وفي كل مرة أنا ألبس وش المديرة المحترمة وأقول لنفسي أنا ست محترمة، أنا مش بعمل حاجة غلط. لكن الحقيقة إني كنت بكدب على نفسي. حسام كان بيخلص بسرعة، كان مهني محترم، بس كان في حاجة في وجوده بتعمل فراغي صوت. كنت أفتح كلام، أسأله عن شغله، عن أيامه، عن أهله، وهو يرد بأدب. في مرة سألته أنت متجوز؟ قال كنت واتطلقت. الكلمة دي عملت لي راحة غريبة، كأني بدور على مخرج أخلاقي قبل ما أغلط. قلت لنفسي هو مش مرتبط، يعني أنا مش بسرق حد. طب وإنتي مش مرتبطة، إنتي مش متجوزة؟
كنت بهرب من السؤال ده. في يوم وهو بيصلح سلك، إيده لمست إيدي بالغلط. ثانية، بس ثانية كانت كفاية. حسيت جسمي كله سخن، حسيت إن قلبي دق كأني ارتكبت جريمة. حسام سحب إيده بسرعة وقال: آسف يا مدام. قلت بسرعة: ولا يهمك. بس من جوايا كان في صوت بيقول: أنت عايزة ده. وأنا كنت بخاف من الصوت ده. كنت أصلي، والله كنت أصلي، أقف على السجادة وأقول: يا رب استرني، يا رب ابعدني عن الغلط. وبعد الصلاة ألاقي نفسي ماسكة التليفون وببص على اسمه وأقول: ده شيطان. وبعدين أقول: بس أنا تعبانة. وابتديت أعمل حاجة أخطر، مش بس أعطال، بقيت أعطال مقصودة. أقطع الكهرباء بنفسي، أفصل الفيشة، أفك سلك، أعمل أي حاجة علشان أسمع صوته عند الباب. وفي كل مرة أقول لنفسي: أنا مش ست وحشة، أنا بس وحيدة. الوحدة كانت تبريري، لكن هل التبرير يشيل الذنب؟ أنا كنت عارفة إني بلعب بالنار، كنت حاسة إني ماشية على سطر رفيع، ولا عارفة هقع إمتى. في ليلة شريف رجع متأخر، لقى فاتورة كهرباء على الترابيزة. قال: إيه ده؟ قلت: كان في عطل. قال: عطل إيه ده؟ تاني أسبوع. قلت: البيت قديم. هو سكت وبصلي نظرة طويلة، نظرة خلتني أحس إني مكشوفة. قال: أنتي بتلعبي؟ قلت بسرعة: بلعب إيه؟ قال: مريم، أنا مش غبي. أنا اتجمدت. هو فتح درج الكومودينو ولقى ورقة صغيرة، ورقة كنت كاتبة عليها رقم حسام، مش رقم شركة، رقم موبايل. رفع الورقة وقال: ده إيه؟ قلت: علشان لو في طوارئ. قال بحدة: طوارئ كل أسبوع؟ سكت، قرب مني وقال: قولي الحقيقة. وأنا ما قدرتش، لأني لو قلت الفضيحة هتيجي قدام أهلي، قدام الناس، قدام نفسي. بس الحقيقة إني كنت على حافة. الحافة اسمها في مجتمعنا فضيحة، والفضيحة ساعات بتبدأ بحاجات بسيطة: رقم مكتوب، فاتورة، نظرة. شريف قال: من النهاردة مفيش حسام، أي عطل أنا هصلحه أو نجيب شركة. قلت: تمام. بس اللي جوايا ما كانش تمام. كنت متضايقة، مش من قراره، من إني اتقفشت ومن إني فجأة اتعريت. كنت طول الوقت بقول: أنا ست محترمة، بس في الحقيقة أنا كنت بتهز. بعد أسبوع حصل عطل حقيقي، شرارة في اللوحة، ريحة حريقة خفيفة. خفت بجد. شريف كان في الشغل، اتصلت بالشركة، قالوا: الراجل اللي بيفهم في النوع ده حسام. أنا اتوترت، قلت: طب ابعتوه. جه. لما شفته قلبي دق. دخل وقال بهدوء: إزيك يا مدام؟ قلت: كويسة. بص حواليه كأنه حاسس بالتوتر. ابتدى يشتغل وأنا واقفة بعيد، لكن عقلي مش بعيد. بعد ما خلص قال: ده كان خطر، كويس إنك لحقتي. قلت: شكراً. قال: جوزك فين؟ قلت: في الشغل. سكت، وبعدين قال بصوت واطي: هو شاكك؟ أنا ما ردتش. قال: أنا مش عايز أكون سبب في خراب بيت. الكلمة دي ضربتني في صدري، أنا دموعي نزلت. قلت من غير ما أحسب: بيتي أصلاً خراب، بس محدش شايف. حسام بصلي بحزن، قال: أنتي ست محترمة، بلاش بلاش. الكلمة دي كانت المفروض تريحني، بس كانت بتوجعني، لأني كنت نفسي حد يقولي: خليكي، حد يمسك إيدي، حد يقول: أنا شايفك. بس هو قال بلاش ومشي. وأنا فضلت واقفة قدام اللوحة، وكأني واقفة قدام نفسي. أنا كنت عارفة إني لو استمريت هتتدمر، بس في نفس الوقت كنت حاسة إني لو رجعت للوحدة هموت. بعد يومين شريف قال: أنا مسافر أسبوع شغل. قلت: ربنا معاك. وسافر. وفي نفس الليلة النور في أوضتي طفى. أنا كنت عارفة إني أقدر أصلحه، كنت عارفة إني أقدر أستنى. بس أنا اتصلت بحسام، رد بعد 3 رنات. قلت بصوت مهزوز: النور طفى ومش عارفة أعمل إيه. سكت لحظة، قال: مش هينفع آجي بالليل. قلت: أنا خايفة. قال: من الكهرباء. قلت: من نفسي. سكت، وبعدين قال: أنا جاي، بس دقيقة وامشي. جه. الليل كان ساكت، فتحت الباب وأنا حاسة إني بفتح باب على ذنب. دخل، صلح اللمبة في دقيقة، وبعدين وقف. هو كان واقف قريب وأنا كنت بعيدة، بس قريبة من الانهيار. قلت:
حسام، أنا مش عايزة أعمل الغلط، بس أنا ضعيفة. قال: كلنا ضعاف. قلت: أنا بكره نفسي. قال: اللي بيكره نفسه بيحتاج رحمة. الكلمة دي كسرتني. أنا قربت خطوة، هو رجع خطوة. قال: لو قربتي هنغلط. قلت: إحنا غلطنا من زمان في نيتنا. هو سكت، وأنا حسيت إني على آخر حافة. في اللحظة دي جرس الباب رنة قوية. أنا اتجمدت، حسام اتجمد. فتحت الباب لقيت شريف رجع بدري، وشه كان أحمر من الغضب. قال: مين جوه؟ أنا معرفتش أرد. حسام طلع وقال: أنا الكهربائي، كان في عطل. شريف بصله وبصلي وقال: عطل بالليل تاني؟ قرب مني. صوته كان هادي بس مرعب. قال: انتي كسرتي ثقتي. أنا قلت: أنا؟ هو قطعني: ما تتكلميش. حسام حاول يمشي. شريف قال له: امشي وربنا يستر عليك. حسام مشي، وأنا بقيت واقفة قدام شريف. هو قال: انتي كنتي محتاجة ايه عشان توصلي لكده؟ أنا كنت ببكي. قلت: كنت محتاجة انك تبصلي. سكت، وبعدين قال: أنا غلطت، بس انتي كمان غلطتي، وأنا عارفة. أنا مش بقول إني بريئة، أنا بقول إني كنت ضعيفة. بس الضعف ده سببه إيه؟ هل الوحدة تبرر؟ هل الجوع للاهتمام يبرر؟ وهل الست اللي جوزها برداها عندها حق تدور على دفء بره؟ ولا لازم تفضل تموت بالبطيء علشان كلمة اسمها شرف؟ أنا بحكي لكم علشان مهربش، علشان ما اضحكش على نفسي تاني، علشان لو في حد بيسمعني وماشي على نفس السكة يلحق نفسه قبل ما يقع. قولولي، هل أنا كنت على حق ولا كنت على غلط؟ احكموا عليا. بس قبل ما تحكموا خلوني أكمل لكم اللي حصل بعد الليلة اللي شريف رجع فيها بدري، لأن الناس فاكرة إن الفضايح بتخلص عند لحظة اكتشاف، لكن الحقيقة إن الاكتشاف هو البداية مش النهاية. شريف ما عملش زي أغلب الرجالة اللي بتصرخ وتكسر البيت، هو عمل حاجة أصعب. سكت يومين. كان بيتعامل معايا بأدب زيادة، أدب زي السم. يقول: اتفضلي، شكراً، بعد إذنك، كأني بقيت ضيفة في بيتي. وأنا كنت بموت كل مرة أسمع صوته وهو بيتكلم من غير إحساس. كنت مستنية انفجار، عشان الانفجار أهون من الصمت، بس هو ما انفجرش. كان بيقعد قدامي على السفرة ياكل ويسيب الموبايل في إيده ويفتح الأخبار وكأن مفيش حاجة حصلت. وأنا كنت بقول لنفسي: يمكن ما صدقش، يمكن اقتنع إنها كهرباء. لكن في الليلة الثالثة سمعته بيقول بهدوء وهو بيقفل الباب علينا: اقعدي. أنا قعدت. قال: أنا مش هسألك عملتي إيه، أنا هسألك ليه. قلت بصوت محنوق: علشان كنت لوحدي. قال: وأنا كنت فين؟ قلت: كنت موجود بس مش معايا. سكت، بعدين قال: مريم، أنا عمري ما تخيلت إنك ممكن تعملي كده. قلت: ولا أنا. قال: طب انتي كنتي ناوية تكملي؟ أنا اتجمدت. الحقيقة إني ما كنتش ناوية أعمل أكتر من الكلام، بس النية كانت بتكبر. قلت: أنا مش عارفة. قال: يعني كنتي هتخوني؟ الكلمة دي خرجت منه زي رصاصة. أنا دموعي نزلت. قلت: أنا ما خنقتكش، بس كنت على الطريق. قال: والطريق ده لو ما مسكناش فيه نفسنا بيودي لنفس المكان. وبعدين قال جملة عمري ما هنساها: أنا مش زعلان إن راجل غريب دخل بيتنا، أنا زعلان إن انتي ما بقيتيش شايفاني. أنا قلت: انت اللي ما بقيتش شايفني. قال: يمكن، بس الغلط ما بيتصلحش بغلط. سكتنا. كان في لحظة أنا حسيت فيها إن كل حاجة ممكن تتصلح لو هو حضرني، لو قال كلمة، لو اعترف إنه غلطان. بس هو ما حضنيش. قام من مكانه وقال: هنعيش زي ما احنا، بس من النهاردة كل واحد فينا هيبقى لوحده. ومشي على أوضة النوم وقفل الباب، وأنا فضلت في الصالة. أول مرة أحس إن الوحدة مش مجرد إحساس، الوحدة بقت قرار. اليوم اللي بعده رحت الشغل. البنك كان دايماً عالمي اللي بيمسح اللي جوايا. الأرقام ما بتسألش انتي حزينة ليه، الناس هناك بتخاف مني، محدش بيقرب. بس أنا كنت حاسة إني هنهار في أي لحظة. وفي نص اليوم لقيت رسالة على تليفوني من رقم غريب: مدام مريم، أنا حسام، أنا آسف
أنا ما كانش لازم آجي. أنا فضلت أبص على الرسالة، جزء مني كان عايز يمسحها وجزء تاني كان عايز يرد. الشيطان ساعات بيتكلم بصوت رقيق، أنا ما ردتش، لكن الرسالة فتحت جوايا حاجة. حسيت إني اتعلقت، مش بحسام كشخص، اتعلقت بالإحساس اللي كان بيجي مع وجوده، إحساس إن في حد بيحس بيا. بعد أسبوع شريف رجع لطبيعته اللي قبل الليلة دي، بس كانت طبيعة أبرد، بقى ينام بدري، يقوم بدري، يخرج من غير ما يبص. وأنا بقيت أعيش على حافة الجنون، مش عارفة أطلب منه حب ومش قادرة أقبل إن الجواز يبقى زي عقد. وفي يوم وأنا في المطبخ سمعت صوت فيشة بتطلع شرارة حقيقية. أنا اتخضيت، افتكرت كل اللي حصل وقلت لنفسي أنا مش هكلم حسام. اتصلت بشركة، قالوا إحنا هنشوف مين متاح، وبعد ساعة الباب خبط، فتحت لقيت حسام. أنا جسمي كله اتشد. هو بصلي بقلق وقال الشركة بعتتني، أنا ما كنتش عارف. أنا قلت بسرعة امشي. قال بس الموضوع خطر. قلت مش مهم. هو سكت لحظة وبعدين قال انتي كويسة؟ السؤال ده خلى دموعي تنزل. قلت لأ. هو قال أنا مش عايز أكون سبب. قلت انت مش السبب إني أنا ضعفت. هو قال بصوت واطي الضعف مش عيب، العيب إننا نفضل فيه. الكلمة دي كانت زي ضوء صغير. أنا قلت طب أصلح إزاي؟ هو قال ارجعي لربنا وارجعي لنفسك وارجعي لجوزك لو ينفع. وبعدين نزل راسه وقال أنا هصلح الكهرباء وبعدين هختفي. هو اشتغل في صمت وأنا واقفة بعيد، مفيش لمسة مفيش نظرة، بس كان في توتر زي السلك المكشوف. بعد ما خلص قال خلاص. أنا قلت شكراً. هو قرب الباب وبعدين وقف. قال مريم أنا مش ملاك وأنا كنت ممكن أغلط، بس أنا خايف من ربنا. قلت وأنا كمان خايفة. قال خوفك ده خليه يقودك للصح، وبعدين مشي. الليلة دي أنا قعدت لوحدي، فتحت المصحف، قريت وبكيت، مش بكاء ضعف بس، بكاء ندم. وأول مرة حسيت إني مش محتاجة حسام عشان أحس بدفى، أنا محتاجة أرجع أكون إنسانة محترمة قدام نفسي. بس ده ما كانش سهل، لأن اليوم اللي بعده شريف قال لي أنا حجزتلك عند دكتور نفسي. أنا اتصدمت، قلت أنت شايفني مجنونة؟ قال شايفك تعبانة وأنا كمان تعبان. سكت لحظة وقال أنا معرفتش أديكي اللي محتاجاه، بس برضه ما ينفعش نضيع. الكلمة دي كانت أول مرة يحاول، وأنا حسيت إني لو رفضت هكون برفض آخر فرصة. قلت تمام. بدأنا نروح جلسات، مش علشان الحب يرجع فجأة، بس علشان نفهم، علشان نعترف، علشان نواجه الحقيقة بدل ما نستخبى. أنا اعترفت إني كنت محتاجة حضن، وهو اعترف إنه كان بيهرب في الشغل علشان ما يواجه تقصيره. مفيش نهاية سعيدة جاهزة، بس في نهاية واحدة أكيدة، إني اتعلمت إن الوحدة مش سبب يسمح لي أكسر بيت، والوحدة مش سكين أوجهه لجوزي، الوحدة اختبار وأنا كنت على وشك أسقط. ودلوقتي بعد كل ده أنا بسأل السؤال اللي يمكن يكون أصعب، لو شريف ما كانش رجع بدري هل كنت هكمل؟ لو ما كانش فيه جرس باب هل كنت هقول بلاش، ولا كنت هسكت وأسيب نفسي تنزلق؟ أنا مش عايزة أجمل نفسي، أنا مش عايزة أقول إني كنت قوية، أنا كنت ضعيفة، بس أنا بحاول أصلح. قولولي، هل الضعف لحظة ولا قرار؟ وهل أنا أستحق فرصة تانية ولا كده خلاص انكسرت الثقة وما ترجعش؟ احكموا عليا، بس وانتوا فاكرين إننا كلنا ممكن نوصل للحافة. والسؤال الحقيقي، مين فينا يقدر يبعد خطوة قبل ما يقع؟